السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين. لو أنت بتشوفنا أول مرة، معاكم شيف نبيل على قناة أكلة حلوة. النهاردة هنقدم لكم حفرة المندي. دي في داخل المطاعم يا جماعة، اللي أنا مصورها دي بتبقى داخل المطاعم بالشكل ده، اللي احنا متكلمين عليها فيديوهات سابقة في القناة عندي. دي موجودة في قلب البر، دي اللي بتبقى داخل المطاعم اهي، زي ما احنا شايفين. بيجي بالتصميم ده طوب حراري كله يا جماعة، بتتعمل بطوب حراري زي ما احنا شايفين. عشان اللي حابب ربنا يكرمه يكون فاتح مطعم يبقى عنده خلفية حفرة المندي أو حفرة المدفون، تبقى بغطا زي ده كده زي ما احنا شايفين. بس وهي دائرية كده برضو متصممة كلها بطوب حراري. يا جماعة كله ده طوب حراري. وادي الشبكة بتاعتها اللي بتنزل في الحفرة، تبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين مرتفعة. أنا متكلم عن فيديو عندي على القناة غير ده، تصنيع الشبكة. زي ما احنا شفنا يرصون اللحم، رف اهو، في رف هنا كمان ترص عليه الذبايح. دي ممكن تشيل ذبيحتين كاملين، ذبيحتين يعني خروفين كاملين يا جماعة زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شفنا اهي، حابين بس نفرجكم. هي عاملة ازاي من جوه. وبينزلوا الحاجات بتاعتنا هنا، مسكة زي كده، مسك وبينزلوا بيها. ينزلوا جدر الرز هنا اتحط هنا يا جماعة. بعد كده الشبكة دي بتنزل باللحم. حبينا نوريها لكم كده بالتفاصيل عشان اللي حابب يصمم معاه في قلب المطعم. طبعا الدوران ده كله يا جماعة، كل ده طوب حراري. في الأرضية هنا خرسانة، بنجيب الحطب أو الفحم بيتولع الجمر يبقى جاهز. بعد كده بتنزل الذبائح والرز بتاعنا. أنا في كام فيديو على القناة بالطريقة. يلا لو استفدت حاجة من الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا معنا في القناة يصلكم كل جديد. بكم وليكم هنكون أكتر. تحياتي للجميع.